كتير من اصحابي سألوني هو ايه اللي بيحصل في السودان بين حمدتي والبرهان، وعلشان ما اطولش عليكم هحكي لكم بداية القصة. بس ما تنسوش لو انتوا بتتفرجوا علينا لأول مرة تنزل تعمل اشتراك في القناة لو انت على اليوتيوب، ولو انت على اي منصة تانية في السوشيال ميديا تعمل شير ولايك فورا. ويلا بينا. كلنا شايفين السودان هذه البلد الفقير اللي الدولار الواحد بيساوي 600 جنيه سوداني. كلنا شايفين عيشة الشعب السوداني وقد ايه هم عايشين تحت خط الفقر، والحقيقة احنا فعلا كلنا شايفين الصورة كده. لكن عايز اقول لكم على شوية حقائق. السودان يا اصدقائي عندهم ذهب وفضة الماس نحاس، عندهم بترول، وعندهم يورانيوم، وبسبب اكتشافه حصلت أحداث دارفور لو تفتكروها. عندهم 175 مليون فدان صالحين للزراعة، وكمان عندهم 52 مليون فدان غابات خضراء، وعندهم 102 مليون راس ماشية، و4 مليار متر مكعب من الأمطار سنويا. تخيلوا بقى كل الثروات ديت ايه اللي مخلي السودان بلا تنمية حقيقية وبالمنظر او بالشكل اللي احنا شايفينه ده. السودان وبالورقة والقلم كده لو احنا حسبنا الثروات اللي موجودة عندها، التولز اللي موجودة عندها يخليها واحدة من اعظم دول العالم. لكن علشان هي في الوضع اللي هي فيه دوت لازم يكون فيه اسباب، والسبب الرئيسي والكبير لما يكون عندك موارد وموجود في النقطة اللي انت فيها دلوقتي ديت ومش عارف تستغلها، تبقى المشكلة في ايه؟ في الإدارة. السودان تاريخيا هي واحدة من الممالك الكبرى، مملكة كوش لو احنا قرينا شوية في التاريخ. هي واحدة من الأسر الفرعونية، الأسرة 25 المحذوفة من أغلب كتب التاريخ. لكن علشان ما نخشش بس في تفاصيل ممكن تتوهنا عن الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، هنرجع للعصر الحديث واللي احنا فيه. مشكلة الإدارة هي الصراع دائما على السلطة. سنة 1881 قامت الثورة المهدية، ودي قامت ضد الحاكم المصري اللي كان تحت الوصاية الإنجليزية. الثورة دي انتهت سنة 1899، وسنة 1900 محمد علي أخضع كامل السودان لحكمه تحت الوصاية الإنجليزية. وفي سنة 1956 تم استقلال السودان، وبقى فيه حكومة مدنية هي من تحكم السودان. لكن ده بقى هيخلينا نهدى ونسكت ونبتدي بقى نطور الدولة؟ لا طبعا. الجنرال إبراهيم عبود كان ليه رأي تاني، وتحديدا سنة 1958 عمل انقلاب عسكري على الحكومة المدنية اللي كانت بتحكم السودان. وفي التاريخ دوت ابتدت الحرب بين القبائل. طب تمام خلاص، يعني الجنرال ابراهيم عبود وصل للحكم والدنيا تمام مستقر؟ لا طبعا. هتبقى مستقرة ازاي؟ سنة 1962 ظهرت حركة اسمها أنانيا، والحركة دي بقى ابتدت تعمل مناوشات وصراعات كده، وابتدت الحرب الأهلية في بلدنا الشقيقة السودان. يوم العقيد محمد جعفر نميري يلاقي الدنيا بايظة جدا كده، فطبعا ما يعجبوش الوضع، فيقوم عامل انقلاب عسكري على إبراهيم عبود، وده كان سنة 1969. لكن حركة أنانيا برضو ما كانش عاجبها النميري، وفضلوا في صراعات كتير لغاية ما توصلوا لاتفاق أديس أبابا اللي بيه جنوب السودان خدت حكم ذاتي. جنوب السودان خدت حكم ذاتي، يعني مش 2011 هي السبب ولا حاجة. وعلشان التاريخ بيدور وكما فعلت سيفعل بك، تحصل مظاهرات ضد النميري مدعومة بالجيش، ويأتي ثوار الذهب لحكم السودان، وده كان سنة 1985. وعلشان الأحداث الجميلة اللي احنا بنقولها دي تفضل سخنة، سنة 1989 يقوم عمر البشير بعمل انقلاب على ثوار الذهب، لغاية ما تحصل المظاهرات الشعبية المطالبة بإقالته وعزله من الحكم، فيأتي البرهان وحمدتي في مشهد مشابه لتاريخ السودان في العصر الحديث. الحقيقة إن القصة بتاعة الصراعات
او صراع الجنرالات على حكم السودان، قصة في التاريخ ليها باع طويل. لكن المشكلة بقى في القصة الجديدة اللي موجودة دلوقتي هي العنصر المختلف حمدتي، وحمدتي دوت لازم نعمل له فيديو لوحده. لو موافقين ان احنا نعمل لحمدتي فيديو لوحده ونتكلم عنه بشوية معلومات، يا ريت تقولوا لي ده في الكومنتات وفي الرسائل، وانتوا عارفين توصلوا لي ازاي. ودايما كل المفيد في كلام علام.